السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية. هنعملها بتتبيلة بجد رهيبة. مش هتحتاجي بقى شواية فحم علشان تطلع زي اللي بره. هتعمليها في الفرن وكأنك شوياها على الفحم بالظبط، واحلى كمان ومستوية اكتر. وهنعمل جنبها صوص تومية، عاملاه بطريقة جديدة. بجد جميل جدا، لو جربتوه مش هتغيروه. عاملين جنبها رز بالبسلة، بيليق جدا مع الفراخ المشوية. يلا بينا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس في الاول، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. مطبخ ياسمين سمك. ونقول بسم الله، اللهم صلي وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، الفراخ بتاعتي كبيرة فهعمل لها محلول نقع. بعد ما غسلناها كويس بالليمون والخل والملح والدقيق. هبدأ دلوقتي انقعها. معايا لتر ونص من المية. هحط عليهم 3 معالق كبار من الملح، ومعلقة ونص من السكر، ومعلقة كبيرة من الجنزبيل، وورق لوري بالشكل ده. وممكن في محلول النقع تحطي بس ملح وسكر وجنزبيل بس، و... ونص كوباية خل. يعني ممكن مثلا ما تحطيش ورق لوري. انا بحب احط له منكهات، يعني بحط له ورق لوري وبحط له فصين توم وحبهان. انتي ممكن تحطي بس ملح وسكر وجنزبيل برضو عشان بيشيل اي زفارة، لو موجود اي زفارة في الفراخ. وهبدأ دلوقتي انزل المحلول اللي عملناه مع بعض، وهنقع فيه الفراخ بالشكل ده. لو الفراخ بتاعتك صغيرة وهتعمليها على طول، ممكن يعني تستغني عن محلول النقع دوت. يعني تغسليها كويس، وممكن يعني تحطيها فيه يعني ساعة بس، يعني تشيلك اي زفارة او اي دهون بينزلها الجنزبيل بالشكل ده. هضيف فصين من الثوم، وهضيف فصين من الحبهان. هتفتحيها بالشكل ده وهنغطيها، وهسيبها ليلة كاملة في التلاجة، يعني من بالليل للصبح. ولو انتي ممكن تسيبيها 6 ساعات مثلا، بس لو عملتيها من بالليل هيكون افضل بالشكل ده. كده الفراخ اتنقعت معايا، بصوا يعني هتساعدني في السوا جدا. هديهم شطفة بقى بسيطة كده علشان لو لازق فيهم توم او اي حاجة بالمنظر ده كده. وهبدأ دلوقتي زي ما بيقولوا يعني اسحب الفرخة او اقطعها، يعني عشان اجهزها للشوي. هفصل العمود الفقري دوت بتاع الفرخة كده، علشان لما افرد الفرخة تكون كلها سوا واحد كده، عشان تساعدني في السوا. طبعا ده مش هنرميه، ممكن نحطه جنب الفرخة برضو نشويه معاها. وهبدأ افرد كده العظمة اللي قدام بتاعة الفرخة دي اللي اسمها الووش بون. ودلوقتي هشيل العظمة اللي انتوا شايفينها دي، وفي الورك كده عند المفصل كده هبدأ افتح كده ابين العظم ده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. ده بيساعدها على السوا جدا. زي ما احنا شايفين بكل سهولة هتعمليها. وهفردها كده كويس جدا. وعند المفصل كده بتاع الجناح هبدأ برضو افرده كده. كده بقت جاهزة معايا. طبعا هاخدها اشطفها شطفة كده برضو، واغسلها من ورا كده علشان الدم دوت.
وهبدأ بقى اعمل فتحات كده في الصدر علشان التتبيلة تدخل فيه كده ويساعد ان هو يستوي كويس. وللتتبيلة دلوقتي عايزة للفرختين زبدية كبيرة، نص كوباية خل، 3 عصير ليمون، كوباية من الزيت، 3 فصوص توم وممكن تحطوا 4، ومعايا معلقتين من الصلصة ومعلقة صغيرة من الهريسة اللي هو الفلفل، ممكن تستغني عنه لو مش حباه. وللبهارات دلوقتي معايا جنزبيل، معلقة صغيرة من كل حاجة، معايا جنزبيل ومعايا قرفة ومعايا مرقة فورية، مرقة دجاج، وديت اسمها بهارات الشرق الأقصى. ومعايا بابريكا وملح وفلفل وحبهان بودر وبصل بودر، نص معلقة من الزعتر وممكن تستغني عنها. بهارات الشرق الأقصى دي هتلاقيها عند العطار، بتدي طعم حلو برضو في الفراخ المشوية. هنضيف دلوقتي بقى الزيت والخل والليمون، ودلوقتي هنضيف بقى الصلصة والفلفل بالشكل ده، وهنضيف الزبدية، هنقلب كويس جدا، وبعدين هنضيف البهارات بتاعتنا. وطبعا هبقى كاتبالك الوصفة في صندوق الوصف، يعني البهارات كلها في صندوق الوصف. هنقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، وهنحط الثوم كده. التتبيلة بقت جاهزة معايا. هبدأ بقى اتبل الفراخ واشربها كويس جدا من التتبيلة عند الجلد كده وتحتيه من ورا كده. برضو هدخل التتبيلة كويس جدا في الفرخة كده وادلكها كويس جدا كده بالتتبيلة زي ما احنا شايفين، عشان ابقى ضامنة ان التتبيلة واصلة لكل حتة فيها. كده تبلنا الفرختين بتوعنا، وهغطيهم بقى وهسيبهم 4 ساعات كده. دلوقتي بقوا جاهزين بقى. طبعا لو عندك شبكة من ديت هتستخدميها، مش عندك برضو مفيش مشكلة، هتحطيها على الشبكة بتاعة الفرن على طول، هتفردي الفراخ عليهم. انا دلوقتي هحطهم في الشبكة كده بالمنظر ده كده. كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هقفل الشبكة كويس جدا عليهم كده. وبرضو لما بتشويهم على الشبكة بتاعة الفرن برضو بتبقى نتيجتهم حلوة جدا برضو. هحط بقى كده التتبيلة اللي باقية منهم كده عليهم من فوق، وهكون مسخنة الفرن. يعني هكون مسخناه على اعلى درجة، وبعدين هدخلهم وهخلي الفرن على درجة حرارة 220 عشان يستووا براحتهم. طبعا السوا ده حسب حجم الفرخة. بصوا انا حاطة صاج كده من تحت فيه مية، علشان بتطلع ممكن تحطي فيه في المية ديت، تبهريها مثلا، تحطي حبهان، تحطي اي توابل انتي حباها، وممكن ما تحطيش فيها حاجة. طبعا ديت هينزل الفراخ، هتنزل فيها اي تتبيلة او اي دهون هتطلع منها. دلوقتي هعمل الصوص طبعا اللي هدهن بيه وش الفراخ. حطيت فص ثوم ومعلقتين صغيرين صلصة ومعلقة من دبس الرمان، ممكن تستبدليه بعسل او سكر، وحطينا شوية زيت وهنقلبهم كده وهندهن بيهم وش الفرخة من وقت للتاني
وهي في الفرن هندهن بيهم الوش بتاع الفراخ كده بالشكل دوت. الفراخ يعني بدأت كده ايه تشد معانا شوية. هبدأ بقى ادهن الوش كده بالشكل ده. ودلوقتي انا جهزت بقى فلفل وطماطم وبصل حشويهم، بيبقوا طعمهم حلو جدا جنب الفراخ المشوية. حطيت حبة ملح وفلفل عليهم، والصوص اللي كنت عاملاه لوش الفراخ دهنتهم بيه كده بالشكل ده. بصوا الفراخ بدأت تدخل في السوا اهي. طبعا الصاج اللي تحت ده طبعا بيحافظ لي برضو على نظافة الفرن. هبدأ ارص الحاجات اللي هشويها، الفلفل والبصل والطماطم. ودلوقتي هنعمل مع بعض الرز. هحط معلقة سمنة وعليهم 3 معالق كده كبار من الزيت، ومعايا بصلة ومعاها وفيها فص ثوم يعني متقطعة ناعم جدا، مفرومة ناعم وعليها فص ثوم. وهبدأ اقلبها لحد ما تصفر بالشكل ده كده. هبدأ انزل بالجزر ده انا مفرزناه مقطعاه وحطاه في كيسة في الفريزر، والبسلة بالشكل ده. ومعايا معلقة كبيرة كاري ومعلقة كركم وفصين حبهان وملح وفلفل ومكعب مرقة. وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا كده. وبعدين الرز طبعا معايا 3 كوبايات، طبعا نقعيهم ونقعيهم حوالي ساعة كده وصفتهم كويس. وهقلبهم بقى مع البزلة والجزر. وهحط 3 كوبايات مية برضو عليهم. وبعد ما شرب المية كده طبعا سيبناه على نار عالية، اما شرب المية كده هنوطي عليه ونغطي عليه. هنعمل مع بعض صوص التومية. حطيت طبعا بيضة وعليها معلقتين صغيرين من السكر ونص معلقة او ربع معلقة من الملح، يعني اقل من نص المعلقة. ومعانا 3 معالق خل كبار. هنضرب كده الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. وعصير نص ليمونة. وهقلب مع استمرار كده الضرب، ممكن تعمليه في الخلاط او في الكبة. وهضيف الزيت حبة حبة، ولو عندك حاجة تنزل الزيت زي الخيط كده حبة حبة تكون افضل، لحد ما القوام يتقل معايا كده. الخليط ده كده ده المايونيز. هنفضل نقلب فيه ونضيف يعني كل شوية هنضيف زيت لحد ما القوام يتقل معانا. بصوا يبقى بالشكل ده كده مايونيز. هنحوله بقى للتومية. هحط زبدية و3 فصوص توم مفرومين، وهحط قطعة من البطاطس المسلوقة وقطعة من الجزر بالشكل ده. وهفضل اقلب فيهم. طبعا الخليط هيخف معايا شوية، هنزل عليه برضو زيت لحد ما القوام يبقى معايا بالشكل ده. طبعا وهي لما بتتساب بتتقل اكتر. بجد طعمها رائع. ودلوقتي الفراخ بتاعتي استوت. حطيت بقى في حبة زيت او زبدة الفحم وقفلت عليها الفرن على طول. وكده قعدتها ربع ساعة كده وهي مقفول عليها الفرن مع الفحم. وكده بقت جاهزة معايا، وبجد طعمها كان رائع ومستوية، والحاجات المشوية معاها جميلة والتومية. بجد يعني الأكلة دي هتشرفك جدا في أي عزومة. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب.
واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وافكار جديدة. مع السلامة.